تخيل تختفي من غير أثر. النهاردة في الفيديو ده جاي أحكي لك عن 3 أغرب حوادث اختفاء في التاريخ، وهنشوف مع بعض هل في تفسير علمي وراهم ولا لأ. أول حالة اختفاء كانت عام 1872، وكانت سفينة ماري سليست. سفينة ماري سليست لقوها في المحيط الأطلنطي ماشية من غير أي أثر للطاقم السفينة، وكل حاجة طاقم السفينة كانت لسه في مكانها زي الأكل والمية ومتعلقاتهم الشخصية، لكن الطاقم كله اختفى تماما. لما جم يدوروا التفسير العلمي قالك في نظريات كتير، منهم بتقول أول حاجة إن في حدوث تسريب غاز الكحول اللي كانوا بينقلوه، وده ممكن يعمل انفجار بسيط يخليهم يسيبوا السفينة بسرعة من غير ما ترجع تشتعل فعلا. أو احتمال إن هم نزلوا في قارب النجاة في سبب حالة الطقس السيئة وضاعوا في البحر. ودي كانت أول حالة اختفاء في التاريخ ملهاش تفسير. تاني حالة اختفاء في مثلث برمودا، واختفاء الرحلة 19 في سنة 1945. 5 طيارات حربية أمريكية اختفوا أثناء التدريب في منطقة مثلث برمودا، ومعاهم 14 طيار. بعدها الطيارة اللي طلعت تدور عليهم اختفت هي كمان. القصة دي خلقت هالة كبيرة من الغموض حوالين مثلث برمودا. لما جه الناس تفسر التفسير العلمي لحالة الاختفاء دي، التفسيرات كلها منها خلل، اللي يقول خلل في البوصلة أو ظروف جوية غير مستقرة. في علماء بيقولوا إن مفيش حاجة خارقة، وإن معظم الحوادث هناك بتتفسر بأخطاء بشرية أو تغيرات جوية مفاجئة. وده طبعا إحنا كلنا عارفينه، إن في حالة جدل حوالين مثلث برمودا لغاية دلوقتي هم مش عارفين إيه اللي بيحصل هناك بالظبط. تالت حالة أغرب اختفاء في التاريخ كانت اختفاء دكتور ريموند لورنس في غرفة مغلقة. دي من القصص اللي اتقال إنها حقيقية لكن مش مؤكدة. بتحكي عن عالم كان بيجرب فيزياء الكم في المعمل بتاعه، واختفى وهو في المعمل وهو مغلق، واختفى تماما من غير أي أثر. التفسير العلمي اللي الناس فسرته في الوقت أو في الحالة الاختفاء دي، إن في ناس بتربطها بنظرية الأكوان المتعددة أو الانتقال الزمني، لأن مفيش دليل علمي يدعم ده. والأرجح إنها قصة خيالية انتشرت عبر الإنترنت بدون مصدر موثوق. فيا ترى بعد ما سمعت كل القصص دي، حد يعرف أي حاجة عن القصص اللي احنا حكيناها النهاردة؟ ويا ترى أنت شايف التفسير ده منطقي ولا في حاجة أكبر من العلم؟ شاركونا بتعليقات.